السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. يلا بينا نبدأ، وعندنا النهاردة أكلة جميلة خفيفة تحفة هتعجبكم قوي. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ. هنجيب يا بنات جزراية كبيرة، هنبشرها. طماطماية هنقطعها قطع صغيرة. بصلتين كبار حلوين، لفة جلاش، واتنين فلفل سبايسي أو بارد زي ما تحبي. وهنجيب 3 معالق سمنة كبار ونحط الحلة دي على النار. وهنعمل أحلى صينية جلاش بالفراخ النهاردة. ولا لحمة ولا بتاع. بصوا، ده صدر فرخة 400 جرام. عايزة تجيبيه بانيه، عايزة تجيبيه صدر سليم كده زي ما تحبي. أنا نقعاه كويس وغسلته كويس. وبعد كده رحت فرماه زي ما انتم شايفين في الكب. ينفع ان هو يتعمل قطع صغيرة ما تفرمهوش؟ ينفع. انا بعمل مرة كده ومرة بفرمه. فرمناه زي ما انتم شايفين كده كويس يا بنات، وهنحط شوية زيت في الحلة دي. ونحط معلقة سمنة. وهنعمل بقول لكم عظمة النهاردة، حاجة هتعجبكم قوي، خفيفة وتحفة. بالنسبة للجزر، في العصاق بتاع الفراخ او اللحمة بيودي العصاق في حتة تانية. ريحة تحفة، طعم احلى. جربي ومش هتندمي، هيعجبك قوي. المهم بعد ما سخنا الزيت على السمنة نزلنا بالبصل. ليه طب نزلنا بالبصل الأول؟ لو الفراخ متقطعة قطع صغيرة هننزل بالفراخ الأول. لكن لو المفرومة زي ما انتم شايفين كده يبقى هننزل بالبصل الأول. ندي البصل تقليبتين كده يا دوبك ندبله شوية. يعني ما نديهوش لون، يا دوب يتدبل بس. وبعد كده هننزل ايه بالفراخ زي ما انتم شايفين كده. هنفضل نقلب فيها تقليبة حلوة كده جامدة. وبعد كده هننزل ايه بالبهارات بتاعتنا. طبعا البهارات اللي عندك. تمام. بصوا بقى انا حطيت ايه، حطيت بابريكا، وحطيت شوية كزبرة، فلفل اسود، 7 بهارات، كل ده حبات صغيرة مش كتير. خلاص يا بنات. وقلبنا تقليبة زي ما انتم شايفين كده. هفضل اقلب فيها كتير كده. وبعد كده هنحط بقى الجزر بتاعنا، ونحط الطماطم، وهنحط الفلفل. وهنديها تقليبة وهنسيبهم مع بعض كده من 3 ل 4 دقايق. وبعد كده يا بنات هنبدأ نعمل صينية الجلاش بتاعتنا. الطريقة دي هتعجبكم قوي. الخطوات دي مهمة وحلوة. وهتبقى خفيفة. صدقوني هتعجبكم. جربوها، انا عايزاكم تجربوها. نزلنا بقى بقية المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، واديناها غلوة مع بعضيهم شوية. وبعد كده هنجيب بقى الصاج بتاعنا او الصينية بتاعتك زي ما تحبي. وهندهنها كويس. اهم حاجة تدهني قاع الصينية كويس والجوانب وكل حاجة. او الصاج بتاعك يعني زي ما تحبي زي ما قلت لك. هنسيح السمنة كده شوية. وهننزل بالسمنة على الصاج بتاعنا. هنوزع السمنة كده كويس زي ما انتم شايفين يا بنات. وبعد كده هنبدأ نفرد الجلاش بتاعنا. عايز تعمليها بالرقاق هيمشي برضو هينفع، عايز تعمليها بالجلاش زي ما تحبي. بصي يا ست الكل بقى، انا عايزاكي تعملي برضو في خطوة هنا هتعجبك قوي. خلي الجلاش اكتر في قاع الصينية من تحت. يعني حطي الاكتر عدد في القاع بتاع الصينية، وخلي الرق اللي من فوق يبقى مش كتير يعني. تمام. وهندهن بقى زي ما انتم شايفين كده. لو انت عايزة تستغني عن الخطوة بتاعت الدهن ورق الجلاش كده، في طريقة هقولك عليها دلوقتي. هنفرد بقى الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. الخلطة دي يا بنات بالمكونات دي صدقوني هتعجبكم قوي. عندك جبنة عايزة تحطيها حطي جبنة، انا ما حطيتش جبنة المرة دي. فردت الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وهرجع اجيب بقية الجلاش بتاعي. اهو. بصي، لو انت عايزة تستغني زي ما قلت لك على الخطوة بتاعت السمنة دي. هتجيبي كوباية لبن في الآخر، وهتحطي عليها المعلقتين السمنة بتوعك يكونوا متدفيين على النار. يبقى كوبايه الا ربع لبن، معلقتين سمنه كبار، نص معلقه بيكنج باودر. وشويه ملح وشويه فلفل اسود، وهتقلبيهم جامد وتدخلي الصاج 3 4 دقايق في الفرن. وبعدين تطلعيها وتحطيها على الوش تمام، وترجعي الصاج تاني الفرن. لو انت عايزه تستغني عن اللي انت تحطي سمنه كده. لو انت حطيتي سمنه زي ما انا عملت كده، هتحطي كوبايه برضو الا ربع لبن. عليها نص معلقه بيكنج باودر، شويه ملح، شويه فلفل اسود. هتقلبيهم حلو قوي مع بعض. وبعد برضو ما تدخلي الصاج 3 4 دقايق في الفرن. هترجعي تطلعيه وتحطي عليه كوبايه اللبن دي. وبعد كده تدخليه الفرن تاني. الخطوه دي بتخليه طري قوي ومورق وحلو قوي. وهيعجبك. بصي ادي الشكل النهائي بتاعنا اهو.
هتقطعيه بقى كده برضو تاني على التقطيعة بتاعتك الأولانية. بصوا، هو بس عشان سخن شوية كده، أو بصوا بقى الحشو، بصوا التوريق بتاع الجلاش عامل ازاي. ده بسبب نص معلقة البيكنج باودر مع اللبن، خلي بالك. بصوا تحفة ازاي، وش والظهر وكله. يا رب يا بنات يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم.